السيد مظلوم عبدي المحترم، مرحبا. السادة كردا وعربا وسريانا في الإدارة الذاتية الديمقراطية، مرحبا. إذا بهمكم مصلحة سوريا كدولة وطنية ديمقراطية لا مركزية، إذا بهمكم مصلحة كل المناطق السورية بشكل عام ومنطقة شرق الفرات، منطقة الجزيرة، أعتقد من المهم والضروري جدا أنه تشاهدوا هذا الفيديو. هذا الفيديو لكم، لربما تستخلصون بعض العبر والإجابات على الأسئلة السورية، الأسئلة الوطنية السورية، أسئلة تتعلق بالهوية، تتعلق بالدولة، تتعلق بالمواطنة، بمعزل عن كل الضخ الإعلامي والكلام الكرتوني والكلام الخلبي عن الوطنية، التصدير يعني هذه البضاعة المغشوشة التي تصدر للسوريين على صعيد الدولة الوطنية والمواطنة وحقوق المواطنة والدولة الوطنية. كل هذه التفاصيل التي تضخ في الإعلام السوري الرسمي والإعلام الموازي للحكومة شبه الرسمي. هذا الضخ الإعلامي من شأنه خلق حالة من القطيعة مع التاريخ والتضاد مع الحقيقة والحديث عن وطنية مفترضة في وطن حقيقي، والحديث عن مواطنة مفترضة في وطن حقيقي منكوب وموبوء بهذه الخزعبلات والتنظيرات الكرتونية عن الوطنية والمواطنة وحقوق وأهمية الوطن ودور الوطن في قلب ووجدان وضمير وقرار المواطن، سواء كان مسؤولا سياسيا أو مواطنا عاديا. يهمني جدا يعني أن تقف وقفة تأمل أمام الراهن والعودة إلى التاريخ قليلا لكي تتبصروا وتتبينوا من حقيقة ما ينبغي عليكم القيام به وطنيا وديمقراطيا، ما يفترض بكم أنكم مسؤولون عن قدر ومصير منطقة أو مناطق سوريا أو شعوب سوريا أو سوريا ككل. آثرت الحديث باللغة العربية لكي يكون كلامي واضحا للإنسان السوري الوطني الحقيقي، بعيدا عن الأكاذيب والخزعبلات وما يعني هذا الشكل الكاريكاتيري الهزلي الذي يصار إلى تصديره عن الوطن السوري. أنه كلما كنت ناكرا لهويتك القومية فأنت وطني سوري، بغياب وطن سوري حقيقي يضمن لك هويتك القومية والثقافية واللغوية وحتى المناطقية. هذا الكلام لمن يريد أن يفهم ولمن يريد أن يخدم سوريا ومصلحة سوريا في الديمقراطية واللامركزية، ولمن يريد أن يخدم منطقة الجزيرة ويزيل عنها هذا الغبن الذي استمر قرن، ولكي لا تعود سوريا إلى الوراء، ولكي يستفيد السوريون كردا وعربا وسريانا من تجاربهم. أعتقد ينبغي الاستماع إلى هذا الكلام، وتحديدا مظلوم عبدي. سنة 1936 وقع السوريون مع الفرنسيين معاهدة فك ارتباط أو معاهدة
التمهيد لجلاء الفرنسيين واستقلال سوريا وحصول سوريا على استقلالها التام. لماذا أعود إلى تلك الحقبة بالذات؟ لأنها حقبة مهمة وتشبه ومفصلية، تشبه الحقبة التي نعيشها الآن، إعادة ترتيب الجمهورية الثالثة. وقت ذاك كان يصار التأسيس إلى الجمهورية الثانية، الجمهورية المستقلة، ومهم العودة. يعني الآن البعض يقول نحن أولاد الحاضر. لا، أنت ابن الحاضر نعم، لكن مسمم، ويراد لك أن تبقى جاهلا بمعزل عن التاريخ بما جرى على أرضك ووطنك وبلدك من تقرير مصير، من تحديد مصير كان له علاقة بالدول الأخرى. إذن هذه التشابكات والتعقيدات السورية والإقليمية. قبل الذهاب إلى تلك المعاهدة، معاهدة 1936، وبإمكانكم ترجعوا للنص الفرنسي، مش الترجمة العربية، للنص الفرنسي وملاحق تلك المعاهدة، لأنه كان في أكثر من ملحق، وسأتحدث عن ذلك شوي بالتفصيل في هذا الفيديو. النص الفرنسي هو الأساس، وهذا وارد في في المعاهدة، أنه إذا صار إشكال أو سوء فهم فالنص الفرنسي هو الذي سيعتمد، وليس الترجمة العربية لبنود المعاهدة. قبلها أبناء الجزيرة، أبناء الفرات، كردا وعربا وسريانا، شكلوا تحالفا، تحالف الجزيرة، كردي مسيحي وعربي، كردي وسرياني وآشوري وعربي. هذه القوميات الثلاث أو الأربعة، إن جاز لنا أن لا يمكن الفصل ما بين الآشوريين والسريان، بالمحصلة هذه المكونات القومية مكونات أبناء الجزيرة، اتفقوا فيما بينهم على المطالبة بالحكم الذاتي وباللامركزية في سوريا، وقدموا العرائض وقدموا الالتماسات موقعة إلى المفوض السامي، إلى السفارة، إلى وزارة الخارجية الفرنسية، إلى الحكومة الفرنسية، إلى عصبة الأمم. زعيم هذا التكتل كان حاجو آغا. حاجو آغا بما يمتلكه من كاريزما وعلاقات وحضور بين العرب وبين السريان وبين الكرد، كان دينامو تلك ذلك التحالف الكردي المسيحي إنجاز التعبير، وهو وارد في الوثائق الفرنسية بهذا التوصيف: التحالف أو الحلف الكردي المسيحي. هذا الحلف كان يريد لأبناء الجزيرة خصوصية، لأنه بالفعل هنالك خصوصية لهذه المنطقة، خصوصية تاريخية، خصوصية جغرافية، خصوصية اقتصادية، على أكثر من صعيد. هذه المنطقة لها خصوصية. يعني لا يقال لمنطقة السويد أو الساحل السوري بلاد ما بين النهرين، أما هذه المنطقة فتسمى بلاد ما بين النهرين تاريخيا وراهنا. يعني كثير من الأسماء تطلق على هذه المنطقة: كردستان، بيت نهرين، الجزيرة العليا. هذه المنطقة لها خصوصية يعني شتى، متنوعة. هذه تميزها عن حلب، تميزها عن الساحل، تميزها مثل ما أن حلب أيضا مميزة لها خصوصية والساحل مميز. المناطق السورية كل منطقة لها خصوصية لطابع معين،
خصوصية معينة تختلف عن المناطق الأخرى. حاج آغا كان يعاني معاناة شديدة لكي يقنع الفرنسيين بجدوى الحكم الذاتي في منطقة الجزيرة وبجدوى نظام اللامركزي. طبعا عندما كان حاج يطالب الفرنسيين والحكومة السورية في دمشق الخاضعة للانتداب الفرنسي، والكتلة الوطنية كانت يعني هي المسيطرة على الحكومة تقريبا. عندما كان يطالب أو يقدم هذه العرائض الموقعة من الكرد والعرب والمسيحيين، تجار، مثقفين، رجال دين، زعماء قبائل وعشائر كردية وعربية بالمئات بالعشرات، كانوا يوقعون على تلك العرائض، ويقدم هذا المطلب الوطني والمطلب الديمقراطي والعادل لأبناء الجزيرة. دولة حلب كانت ذات علم ويرأسها يعني صبحي بركات، ودولة دمشق كذلك، ودولة الساحل، وإقليم الإسكندرون أيضا يعني كان له خصوصية معينة. حاجه كان يطالب الفرنسيين أن يعاملوننا بنفس ما تعاملون هذه المكونات. أبناء هذه المكونات ونخب تلك المكونات، دولة العلويين ودولة دمشق ودولة حلب، يعني وخاصة دولة حلب ودمشق التي يعني على ما يبدو وطبقا للتقارير الفرنسية الأرشيف الفرنسي أنه السنة هم المسيطرين على تفاصيل المشهد السياسي. عندما كان حاجه يطالب بحق الحكم الذاتي لمنطقة الجزيرة، مناطق أقل مساحة وأقل مواردا كانت تتمتع على أنها دويلة، مثلا كدولة دمشق ودولة جبل العرب، دولة الدروز ودولة حلب. يعني ماذا تأتي موارد حلب قياسا بموارد منطقة الجزيرة على صعيد النفط والغاز والقمح والقطن وكل والثروة الحيوانية وقت ذاك والآن؟ حاجه آغا ورفاقه من العرب والكرد والمسيحيين جرى محاربتهم من هؤلاء الذين يتمتعون بدويلات تحت الانتداب الفرنسي، يمنحون نفسهم الحق بأن يكون لهم دويلة، ويحاربون أبناء الجزيرة أن يكون عندهم حكم ذاتي، مجرد حكم ذاتي قياسا بما كانوا يتمتعون فيه أو به في دويلاتهم السالفة الذكر، من علم، من حكومة، من برلمان، من كل التفاصيل التي تعرفونها أو لا تعرفونها. حاج واغا من مطلع الثلاثينات وهو في هذا المسعى، ويحاول أن يقنع الفرنسيين ويحاول أن يقنع الحكومة السورية، لكن باءت جهوده بالفشل نتيجة تعنت الكتلة الوطنية والقوميين العرب في دمشق وحلب، ونتيجة المصالح الفرنسية، لأن الفرنسيين أيضا في تلك الفترة، فترة ال 36 37 وحتى 38، كانت لديهم أوضاعهم قلقة. أوروبا وضعها قلق، النازيون على وشك إعلان الحرب، وبالتالي ما بدون مشاكل في المستعمرات وخاصة منطقة الشرق الأوسط. ما كان بدهم يخسروا سوريا لصالح الألمان أو غيرهم. فالفرنسيين كانوا حساسين في هذه النقطة، وكلهم آذان صاغية للقوميين العرب، لكن بيسمعوا من الأكراد ومن حاج واغا ومن المسيحيين ومن القس حبة يعني كلاما، ويعطونهم كلاما مطمئنا دون العمل بهذا الكلام من الفرنسيين.
هذه كمقدمة وصولا لاتفاقية أو معاهدة عام 1936 التي أبرمت في 9 سبتمبر عام 1936 في مبنى الخارجية الفرنسية بباريس. من كان الوفد؟ الوفد السوري برئاسة هاشم العتاسي باعتباره رئيس الكتلة الوطنية القوميين، يعني هي اسمها كتلة وطنية بس خطابها قومي، نزوعها قومي وعروبي يعني. جميل مردنبيك. طبعا بيت العتاسي إذا بنرجع بالأصول في تقديري ينحدرون من أصول تركية. العتاسي حتى الاسم. جميل مردنبيك رئيس الحكومة السابق كان وقتها لسه ما صار رئيس حكومة، كان ضمن الوفد. أعتقد هو كمان أصوله تركية. جميل مردنبيك أعتقد، مش متأكد يعني. سعد الله الجابري، فارس الخوري، رياض الصلح، نعيم أنطاكي، أحمد اللحام، الأمير مصطفى الشهابي، وإدمون حمصي، وخالد بقداش. خالد بقداش دخل على الموضوع بتكليف من الاتحاد السوفيتي السابق، وليس بوصفه أنه هو ينحدر من أصول كردية، لا، لأنه يمثل التيار، كي يمثل التيار الشيوعي. في دخل على لجنة التفاوض يعني أو مع الفرنسيين التي وقعت على هذه المعاهدة. طبعا بإمكانكم ترجعوا للنص الفرنسي، أؤكد للنص الفرنسي والملاحق، ملاحق هذه الاتفاقية، ملاحق عسكرية وملاحق أخرى يعني. وقع عليها أو أجبر على جميل مردنبيك على التوقيع عليها وفق يعني ما هو منشور في الوثائق الفرنسية وبعض الدراسات التي قرأتها وطالعتها على الإنترنت. هذه الاتفاقية أبرمت وعاد الوفد إلى البلاد وكانوا فخورين، ويعني قالوا المدائح العصماء عن هذه الاتفاقية. سأحاول البحث عن ما قيل عن هذه الاتفاقية على لسان بعض قادة الكتلة الوطنية. هنا يذكر لنا طبعا البرلمان الفرنسي لم يوقع، لم يصادق على هذه الاتفاقية لأنه شافها منقوصة، ولم يوافق في تفاصيل تتعلق بحقوق المكونات، حقوق المسيحيين والمكونات الأخرى والدروس ينبغي أن تكون محمية ومصانة من قبل الدولة، أن تكون الدولة ملتزمة بتعهدات أمام سلطة الانتداب الفرنسي، وحتى يقبل البرلمان أو يصادق البرلمان الفرنسي على هذه الاتفاقية. ماذا قيل في هذه الاتفاقية؟ هؤلاء هم الآباء المؤسسون للدولة، هؤلاء هم الجيل المؤسس للجمهورية السورية. ويعني قال أو وصف فارس الخوري هذه المعاهدة بأنها معجزة القرن العشرين، معجزة القرن العشرين. جميل مردنبيك وصفها بأنها عروس الشرق. سعد الله الجابري قال لم يبقى على فرنسا إلا أن تعطينا مرسيليا الفرنسية، يعني أنه وكأنه يعني هو أخذ أكثر من حقه وزيادة، يعني
قوة المحاججة والمناظرة يعني أن تركيا أو فرنسا تنازلت كثيرا، وكانت على وشك أن تتنازل عن مرسيليا للكتلة الوطنية. هكذا وصفوها. بعدين اجوا مسحوا كلامهم وصاروا يهاجموا هذه الاتفاقية. في البداية مدحوها ونكثوا بالتزاماتهم وعهودهم مع الفرنسيين. طبعا هذه الاتفاقية السيد مظلوم عبدي بإمكانك أن تعود إلى النص الفرنسي، ولديك أصدقاء هنا في باريس وفي فرنسا بإمكانهم أن يعودوا إلى الأرشيف والمواد الأرشيفية، وهي موجودة على الإنترنت أيضا، يعني هذه المعاهدة. لكن الملاحق السرية التابعة لها ربما غير موجودة على الإنترنت، موجودة في الأرشيف الفرنسي. بإمكانك توكيل وتكليف خالد عيسى ورفاقك الموجودون هناك في فرنسا للتحري والتقصي حول هذه الوثائق. إذا بدك تروح تناقش دمشق، تناقشهم بالحجة الموثقة من التاريخ السوري، من تاريخ المؤسسين الجمهورية السورية، الدولة السورية، كيف تعاملت، كيف كانت هذه الكتلة الوطنية توقع على التزامات مع الفرنسيين وثم تتنصل من هذه الالتزامات، تعطي كلاما معسولا ثم يعني تمسح هذا الكلام المعسول. يعني ينبغي أن تكون على بينة بهذا الموضوع. الموضوع مش قضية دمج قوات قسد مع جيش. الآن فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 3 كيانات ضمن هذا الجيش، وعميدين من أعمدة أحمد الشرع. وإن شاء الله يعني أنا آمل من أنصار قسد أو أتباع قسد أن يفتحوا ملف هذا العميد الهايس ما نسيت اسمه، المتورط في جريمة اغتيال وتصفية الناشطة السياسية الكردية هافرين خلف بطريقة إرهابية بشعة شديدة البشاعة. يعني قد يقول قائل والأنصار المكون الأموي والأنصار النظام بعجرهم وبجرهم وموسى عمرهم أنه لا، قسد أيضا لديه انتهاكات. اتفضلوا، يعني أنا لست يعني لا أنزه قسد، طبعا قسد أيضا لها انتهاكات، ومسؤولية تقديم شكاوى على قسد يعني البينة عليكم، يعني البينة على من يدعي أنه قسد ارتكبت كذا وكذا. تفضلوا، أي أنتم موجودين في البلدان الأوروبية وافتحوا هذه الملفات بما لديكم من وثائق ومن تفاصيل. المهم الآن الجيش الوطني تبعكم مدان بجرائم في الساحل، بجرائم في عفرين، أبو عمشة وأبو طبشة، أبو رفشة والثاني الأهبل الثاني سيف بولات، هدلون لقليق مرتزقة الاحتلال التركي الآن تحت قائمة العقوبات، حتى ولو عقوبات شكلية، حتى ولو بزقة أوروبية. يعني هذه البصقة الأوروبية في وجه هؤلاء القتلة تستحق التصفيق. لنعد إلى موضوعنا. هذه المعاهدة في تفاصيلها طالبت السلطة السورية بمنح منطقة الجزيرة خصوصية معينة، ومش بس طالبت الحكومة السورية بمنح عقود استخراج أو التنقيب على النفط في منطقة الجزيرة أن تمنح لفرنسا، والحكومة وافقت على الشغلتين: خصوصية لمنطقة الجزيرة، خصوصية قد لا تكون حكم ذاتي، خصوصية معينة يعني في مسألة الإدارة، وأنه أن يكون هنالك حضور فرنسي عبر شركات التنقيب على النفط. وحتى يمكن يعني لست متأكد من هذه النقطة، مسألة أنه أن يكون هنالك قاعدة عسكرية فرنسية في تلك المنطقة، في منطقة
شرق الفرات أو منطقة الجزيرة. الحكومة الوطنية، الكتلة الوطنية، لما اجوا وهللوا وطبلوا ك... ماذا فعلت؟ طبعا التحالف الكردي المسيحي لم يكن راضيا عن هذه الاتفاقية، لأنه لم يذكر ربما بشكل واضح وجلي ومباشر ومنح المنطقة خصوصية معينة أو حكم ذاتي ضمن البنود الأساسية والبنود الرئيسية في المعاهدة. ما كانوا راضيين عن هذه المعاهدة واستمروا في مطالباتهم. مين؟ حلف حاجو آغا والقسيس حبة والقبائل العربية الأخرى. ودهام الهادي أعتقد والد الراحل الشيخ حميدي، دهام الهادي، كان له دور في منتهى السوء والسلبية في تلك الفترة. كان يقود أنصار الكتلة الوطنية أو القوميين العرب في منطقة الجزيرة، وهو كان ضد أن تمنح هذه المنطقة منطقة حكم ذاتي أو خصوصية معينة، وكان ضد حلف حاجو آغا، الحلف الكردي المسيحي. مين؟ دهام الهادي. طبعا عاونه في ذلك بعض الكرد، مثلا رموز قبيلة دقوري الكردية، سعيد آغا الذي يقول الكرد عنه الأغاني والكثير من يعني المدائح. هو أو والده كان مع حميدي دحام الهادي. كان في مجموعة من الكرد أيضا ومجموعة من العرب. لكن عندما صار انتخابات عام 1936، من الذي فاز؟ من الذي انتصر؟ من الذي اكتسح منطقة الجزيرة؟ الحلف الكردي المسيحي. أرسل 3 برلمانيين، بينما الكتلة الوطنية والقوميين العرب أرسل برلماني واحد، هو دهام الهادي، إلى البرلمان السوري. الكتلة الوطنية رغم هذا الاكتساح ماذا فعلت؟ الكتلة الوطنية، والكلام لك يا مظلوم عبدي، هذه تفاصيل مهمة ينبغي أن تكون مطلع عليها. الكتلة الوطنية وقت ذاك ماذا فعلت؟ رفضت عضوية البرلمانيين الثلاثة اللي اكتسحوا أصوات المنطقة. حصلوا على وبالعودة إلى الوثائق الفرنسية أن هذا الحلف كان يتمتع بأكثر من 70% من الشعبية في منطقة الجزيرة. إذا صار استفتاء حول موضوع مثل ما صار في لواء اسكندرون، لكان ربما هذا الإقليم حصل على الحكم الذاتي أو شيء من هذا القبيل. اكتسح. هون دب الرعب والقلق في أوصال وعروق وأعصاب القوميين العرب في دمشق. ماذا عليهم أن يفعلوا؟ سمعان يا مظلوم عبدي؟ شوف شو ساووا وقت ذاك مشان تتعظ أنت كمان، أنت ومن حولك. يعني القوميين العرب دعموا دهام الهادي بالمال والسلاح. طبعا عندما معذرة، عندما رفض البرلمان، برلمان دمشق، الأعضاء الثلاثة أعضاء التحالف الكردي المسيحي، قام أبناء الجزيرة، قامت الكتلة الموالية أو كتلة التحالف الكردي المسيحي، وأنا مجازا أقول مسيحي، الكردي السرياني، قاموا بانتفاضة في منطقة الجزيرة. سيطروا على كل المناطق. الدولة انعدمت عام 1936، ما عاد في دولة إلا في منطقة عامودة.
شوي من الموظفين هربوا، وشوي تخبوا في مبنى السراي الحكومي أو مبنى البلدية في عامودة. وأتى الفرنسيون وضبط. طبعا بعد حركة الاحتجاج هذه والانتفاضة على الكتلة الوطنية، على سياسات الإقصاء لحكومة دمشق، تراجعت الكتلة الوطنية وقبلت بالبرلمانيين الثلاثة اللي فازوا في انتخابات 1936 تحت ضغط الشارع. طبعا أرسلوا لجنة تحقيق، الكتلة الوطنية والحكومة السورية. ولجنة التحقيق شو قالت؟ أنه والله نعم كان هنالك تجاوزات، نعم كان هنالك مظالم، هذا الذي دفع بالناس أن ينتفضوا. الموضوع ما كان هيك. الموضوع صحيح كان في مظالم محلية منطقية في منطقة الجزيرة، لكن هذا السلوك الانتفاضي الثوري، ردة الفعل هذه كانت ردة فعل طبيعية على سياسات الكتلة الوطنية. انه ثلاث برلمانيين نحن بنبعثهم للبرلمان السوري، انتم تلغوا عضويتهم بأي سبب، بأي ذريعة، بأي حجة. فالناس انتفضت وأعادت جعلت دمشق تتراجع. وقت ذاك دمشق تتراجع. سمعان يا مظلوم عبدي، سمعان يا جماعة قسد، بال36 أهل الجزيرة كردا وعربا وسريانا أجبروا الكتلة الوطنية وحكومة الكتلة الوطنية وقت ذاك وهاشم الأتاسي على التراجع. أجبروهم على التراجع عن اتخاذ قرار إلغاء عضوية البرلمانيين الثلاثة. من انتصر؟ الحلف الكردي المسيحي، الحلف الكردي السرياني الكلداني الآشوري العربي، هو الذي انتصر في الجزيرة. تسكت الدولة الكتلة الوطنية والقوميين العرب في دمشق؟ لا. لجأوا إلى ماذا؟ لجأوا إلى سياسة فرق تسد، السياسة الفرنسية. شو سووا؟ دعموا دهام الهادي بالمال وبالسلاح مع مجموعة من الكرد والعرب الآخرين، وهاجموا المسيحيين في مدينة عامودة، واستهدفوا المسيحيين حصرا في منطقة عامودة، ويعني ارتكبوا مجزرة. راح ضحيته يعني بحدود 600 700 شخص وفق الوثائق الفرنسية. وبنادق المسيحيين اللي كانوا بيدافعوا عن نفسهم وقت ذاك في عامودة هي بالعشرات. اضطروا للنزوح والخروج. ساعدهم بعد أغوات عامودة. يعني عامودة كلها مش دقوري، أغوات عامودة الشرفاء اللي كانوا في الحلف الكردي السرياني ومع مطلب الحكم الذاتي، ساعدوا المسيحيين في الخروج من عامودة بشكل الآمن في لفترة مؤقتة. واستولى القوميون العرب على عامودة على أساس أنه هي انتفاضة مضادة للانتفاضة الحلف الكردي السرياني التي سيطرت على المنطقة، وما عاد في شيء دولة. يعني أنا هذا الكلام، هذه معلومات كلها موثقة في الأرشيف الفرنسي. حكومة دهام الهادي أو الحكومة المصغرة في عامودة، حكومة القوميين العرب اللي استولت على عامودة وارتكبت مجزرة بحق المسيحيين. طبعا بعض المسيحيين بيشوفوا انه اكراد. الموضوع ما كان اكراد، الموضوع كان بتغذية وتغطية من القوميين العرب في دمشق. مثل ما القوميين الاتراك استخدموا بعض البسطاء الكرد السذج الاميين الريفيين المتدينين اللي ما بعرف شو في المجازر الارمنية. انتوا شوفوا رأس الافحى اين كانت، في المجازر الارمنية وفي
ما حدث في عمودة عام 1936. أتى الفرنسيون للتحري. الفرنسيون موجودون في المنطقة. الضابط الفرنسي الذي ذهب لكي يحقق جماعة دهام الهادي اعتقلوه، وأطلقوا الرصاص على سيارته، وهددوه أنه ما ترجع مرة ثانية لهذا المكان. الضابط الفرنسي اتصل بالقيادة وقال ما عاد في مجال إلا لقصف المنطقة. هكذا كان الحدث. قصفت قرى محيطة، 3 4 قرى محيطة بمدينة عامودة، وفي اليوم التالي قصفت عامودة أيضا، لأنه كانت خاضعة لاحتلال القوميين العرب ودهام الهادي. هرب دهام الهادي إلى العراق، هرب سعيد آغا الدقوري إلى العراق بعد أن ارتكب مجزرة بحق المسيحيين. المسيحيين عادوا إلى بيوتهم في عامودة وشافوا السلب والنهب والأهوال. ردة فعل طبيعية أن يكون الفعل معاكس في الاتجاه وبنفس الشدة. هم أيضا هاجموا الحي الكردي والمحلات الكردية وساووا كفعل انتقامي وثأري والقصص هي يعني. أيضا المسيحيين الذين جو شافوا البؤس والخراب في ديارهم، فنقلوا هذا البؤس والخراب إلى ديار الكرد، أذاقوهم من نفس الكأس. وهذا شيء طبيعي يعني في تفسيرات علم الاجتماع وردود الأفعال. أتت لجنة تحقيق أخرى. طبعا هرب دهام الهادي وأنصاره، وتحررت عمودة مرة أخرى من القوميين العرب، وزعيم القوميين العرب دهام الهادي صار خارج الحدود. أتت لجنة تحقيق. لجنة التحقيق شو قالت؟ قالت والله قوى خارجية هي المسؤول. قوى خارجية، قوى خارجية موجودة في دمشق، قوى خارجية اسمها الكتلة الوطنية السورية، قوى خارجية اسمها الحكومة السورية التي دعمت دهام الهادي بالسلاح وبالمال وأوعزت له وأمرته باقتراف هذه الجريمة. بدليل بعد أن جرى تسوية الأمر عاد دهام الهادي وعاد سعيد الدقوري إلى الجزيرة. لم تتخذ في حقهم الحكومة السورية، حكومة الكتلة الوطنية، أي إجراء. شو تتخذ معه؟ دون أدوات الكتلة الوطنية. يعني من المؤسف القول أن الكتلة الوطنية بهذه السلوكيات البشعة يعني لازم تفتح ملفات هذه الكتلة التي كانت تسمى بالوطنية. الكتلة الوطنية من ضمن، بالعودة إلى معلش خلوني هيك أحيانا أحداث هيك تتقاطع. أنا سهوت عن نقطة أنه الكتلة الوطنية عندما وقعت اتفاقية عام 1936 مع الفرنسيين، من ضمن بنود هذه الاتفاقية أن الحكومة السورية تقبل بكل التفاهمات والاتفاقيات التي وقعتها فرنسا إبان حكمها لسوريا. من ضمنها التفاهمات مع الأتراك، من ضمنها موضوع لواء اسكندرون. يعني لواء اسكندرون السليب والحبيب والقصص هاي، الكتلة الوطنية كان هي بشكل مباشر أو غير مباشر ضالعة في التنازل عن هذه القطعة السورية، عن هذه الأرض السورية لتركيا. مش بس هيك، الوكالة اليهودية كانت تتفاوض بشكل مباشر مع الحكومة السورية في عام 1936، واجتماعات في بلودان واجتماعات في دمشق وكل وحتى أوعزت الحكومة السورية انه في الاعلام السوري انه ما يحكوا عن فلسطين وانتهاكات الجماعات اليهودية والصهيونية والمجازر التي يقترفونها بحق الفلسطينيين. بمعنى
اتفاقية عام 1936 ألزمت حكومة الكتلة الوطنية والدولة السورية أنه تتفهم ولادة الكيان الإسرائيلي وقت ذاك. شايفين؟ تنازلوا للتركي وتنازلوا للإسرائيلي قبل ما يكون في شيء اسمه إسرائيل، ولم يتنازلوا لأبناء الجزيرة وتسببوا في مجزرة في عمودة من الكتلة الوطنية. ومع شديد الأسف أنه كان هنالك كرد في هذه الكتلة الوطنية، يعني من ضمنهم يعني من عائلة البرازي ومن شو اسمه حنانو وآخرين. يعني هذا مش سلوك وطني، هذا لا يمكن أن هذا سلوك قومي. يعني هؤلاء قولا واحدا لم يكونوا يمثلون الكرد ككرد، كهوية، كثقافة، كلغة، كأهداف، كطموحات في الكتلة الوطنية بنفس القدر. أنه خالد بلقداش لم يكن يمثل الهوية والثقافة والقومية الكردية في الحزب الشيوعي السوري. وإذا أنا ما بعرف إذا في جماعة الأخوان المسلمين السورية كان في أكراد ولا لا، هذا موضوع آخر. طبعا في الجيل المؤسس عم بحكي، مش الفترة الحالية. إذا الكتلة الوطنية غطت على مجزرة عمودة، ولكن حققت أهدافها. كيف حققت أهدافها؟ الحلف الكردي السرياني انضرب، صار فيه شرخ. القسيس حبة وحاجة آغا برسالة مشتركة طالبوا الفرنسيين، طالبوا الحكومة السورية، حكومة الكتلة الوطنية، بمحاسبة مقترفي مجزرة عمودة، لكن لا الفرنسيين ولا الحكومة السورية يعني أولت اهتماما لهذه النداءات. مش بس هيك، الفرنسيين دخلوا على خط الإحداث الوقيعة، ونفس السياسة، يعني سياسة فرق تسد يعني في القصة هي. والكلام للأصدقاء السريان الموجودين داخل الإدارة الذاتية وخارج الإدارة الذاتية، والكلام هذا موثق في الأرشيف الفرنسي. الفرنسيين شو عملوا بطريقة أخبث من ال الكتلة الوطنية والقوميين العرب. اجوا عند السريان وقالوا انتوا أقلية والأكراد أقلية، وهدلوني سنة، هدلوني رح يبتلعوكم، إذا نحن طلعنا من هون هدلوني رح ينهشوا لحمكم. والتحالف الكردي السرياني، التحالف الكردي السرياني هش. هذا كلام السريان الفرنسيين موثق، قالوه لقيادات ونخب السريان. وقت ذاك انسحب السريان شوي شوي من هذا التحالف، وبقي حاجو آغا وحيدا. وذهبت كل تلك الطموحات والجهود التي بذلها حاجو آغا لكي تحصل هذه المنطقة على خصوصية معينة داخل الدولة السورية. مش انفصال، مش انفصال. طبعا هنالك خلط فظيع ومريع في مسألة اللامركزية، انفصال، الفيدرالية انفصال، الحكم الذاتي انفصال، بشكل ببغائي. وهذا الكائن الببغائي الموجود في الإعلام والسياسة وبيحكي وبيبربر هي، وبيحكي وبكل ثقة، بكل ثقة بيقول إيه الفيدرالية هي انفصال، ولا مركزية انفصال وتقسيم يعني، والوطنية عم تشرشر منه يعني بكل يعني. يعني واثق كثير هذا الجاهل، واثق كثير من موقفه ومن المامه ودرايته بموضوع النظم اللامركزيه، طبائعها، ماهياتها، ادواتها، اشكالها. اذا الحكومه، حكومه الكتله الوطنيه غدرت
وقتلت المسيحيين في عامودة لكي تحدث هذا الشرخ، هذا العزل، وبقي حاج آغا وحيدا. وأنا هنا بعد العودة بأثر رجعي إلى بعض التفاصيل التاريخية، أعتقد جازما بأن حاج آغا اغتيل بالسم. وإذا أمكن بإمكان يعني العائلة، عائلة حاج آغا، إعادة فحص الجثة بالتقنيات الحديثة وكذا، بإمكانهم التأكد وتثبت من ذلك. مش بس هو، نجله الذي سار على خطى حاج آغا توفي سنة 1940، في أبريل عام 1940. نجله حسن حاج آغا هو أيضا توفي في ظروف غامضة، وأعتقد هو أيضا اغتيل بالسم. فأنا أطالب أو أقترح على العائلة بإجراء فحص لرفات الراحلين الكبيرين حاج آغا وحسن حاج آغا للتثبت من هذا الأمر. لماذا؟ لأنه دور حاج آغا كان في منتهى الأهمية وفي منتهى الخطورة وفي منتهى التاريخية، ويقلق ويرعب حكومة دمشق. حاج آغا شكل تحالفا أوصل 3 برلمانيين إلى البرلمان السوري في سنة 1936. لو كان مشروع حاج آغا وجد النور والنجاح لكان الحكم الذاتي موجود في سوريا قبل العراق بعقود، بعقود يعني. لذلك أهمية هذا الشخص، دور ووزن هذا الشخص. وقتها ما كان في هذه التقنيات، رجل معتل ومريض يعني، حاج آغا رحل وهو في سن 60 يعني، حدا وهو آغا يعني، وصحته منيحة وبنيته قوية وكذا، وفجأة اعتل والمرض هيك تسارع بشكل متسارع. مرضه لم يستمر سنوات ورحل في 60. وأعتقد نجله أيضا حسن يعني في سن مقاربة لسن والده رحل. اثنين، أعتقد بأنه يعني الآن عندما أعود إلى التاريخ تنتابني شكوك أنه هذين الزعيمين الكرديين الجزراويين السوريين الوطنيين قتلا غدرا بالسم. هذا ما أراه. بالعودة إلى ما يجري الآن، السيد مظلوم عبدي أنت الآن عم تتفاوض، إياك ثم إياك يعني أن يسمعوك كلاما معسولا وطنيا وكذا والقصص هي كلياتها. ينبغي أن يكون يعني أنت ترجع لهذا التاريخ اللي عم بحكيه وتأخذ العبر. أنت الآن قوي. حلم حاج آغا أن يشكل قوات خاصة بالكرد في منطقة الجزيرة، وهذا مثبت وموثق في الأرشيف الفرنسي. الآن أنت تمتلك قوة عسكرية محترمة، محترمة من حيث العدد والعتاد ومن حيث التنوع. ما تروح تجلس على طاولة المفاوضات مثل ما جلس ال اليابانيين مع الأمريكيين. ما حدا قصفك بقنابل ذرية، ما صار عندك هيروشيما وناغازاكي لحتى تروح تستسلم وتنهزم يا مظلوم عبدي وتتنازل. أقولها ولن أكرر يعني، أرجوك أرجوك يا مظلوم عبدي، بطل تسمع لأوجلان، بطل تسمع لأوجلان. يكفيك إنصاتا لهذه الجماعة. أوجلان باع الكرد والقضية كرمة عيون الأتراك ودولة بختلي. توقف عن الإنصات لأوجلان. أنت أجدى بك أن تنصت لدولة بختلي ولرجب طيب أردوغان أكثر من أن تنصت
لعبد الله أوجلان، لأنه عبد الله أوجلان عبد ذليل للدولة العميقة في تركيا. توقف عن الإنصات أرجوك، توقف عن الإنصات لحزب العمال الكردستاني اللي يفترض أنه حل نفسه وزعيمه عبد الله أوجلان. استمع لحاج آغا بأثر رجعي. أنت الآن في ذلك المقام، في تلك المكان التي كان فيها حاج آغا عام 1935 32 34. ذلك التحالف الكردي السرياني العربي الجزراوي في تلك المنطقة. كن أهلا للمسؤولية، كن أهلا وكفءا للتضحيات العربية والكردية والسريانية التي أريقت دماؤها على أرض الجزيرة. أنا لا أقول، لا أطالبك بالانفصال، لا أطالبك بالمعجزات، أقله أن تساهم في ديمقراطية سوريا عبر الإصرار على اللامركزية، عبر الإصرار على خصوصية معينة لمنطقة الجزيرة. أعين الجزيرة، أهل الجزيرة كردا وعربا عليك، وأعين أهل الساحل عليك، وأعين أهل السويدة عليك. ترى إذا أنت سقطت تسقط سوريا كلها في يد العروبيين الإسلاميين المتطرفين اللي مش معروف يعني كيف هيك هبطوا على سوريا في ليلة ظلماء، ويريدون إدخال هذا البلد المتنوع الجميل الذي يعني كلنا نحبه في نفق ظلامي يا دموي متطرف. أنت إذا بدك مصلحة البلد وبإمكانك أن تصمت، وستلقى دعما، ستلقى دعما أمريكيا، وستلقى دعما فرنسيا، وستلقى دعما كرديا وعربيا وسوريا بصمودك. لا تروح على طاولة المفاوضات مع أحمد الشرع وكأنه أنت يعني خارج من حرب محزومة وتتنازل عن كل شيء. أوجلان محزوم، فهمنا، لا تكن محزوما كأوجلان. استمع للأرض التي أنت تقف عليها لمصلحة الناس اللي ينظرون إليك نظرة الجنرال والزعيم والكذا. هذا يعني من الآخر أقوله لك، هذا من الآخر، يعني ما عاد في شيء تاني. وأعتقد أنه الكلام الذي أقوله فيه من المنطق ما فيه من الوطنية والحرص على مصلحة السريان والعرب، والحرص على مصلحة سوريا أن تكون دولة مدنية لا مركزية محايدة، أن تكون مثل ما وقع هاشم الأتاسي الجمهورية السورية، أن تبقى جمهورية سورية. الوثائق التي تعزز سورية سوريا بالأطنان. ما أنت مش في موقف ضعيف حتى تروح وتتنازل وتحت ضغوطات تركية وتحت ضغوطات. أنت مش عبد الله أوجلان لحتى تتنازل للدولة التركية وتريد أن تخدم مصالح تركيا وتتحدث عن الأخوة الكردية التركية اللي عبارة عن يعني خرافة. أخوة كردية عربية موجودة، أخوة كردية تركية على المستوى الاجتماعي موجود، لكن على المستوى السياسي معدوم. شوف مصطفى كمال أتاتورك شو سوى بالأكراد، شوف الكتلة الوطنية شو ساهت، وما أتى بعدها من حكومات متعاقبة على حكم سوريا ماذا فعلت في حق الكرد وفي حق أهل الجزيرة. وقتها يمكنك أن تتعظ وأن تتخذ القرار المناسب الذي يطالبه التاريخ والحاضر والمستقبل منك. أكتفي بذلك على أمل أن تكون الرسالة والفكرة قد وصلت.